كلنا عارفين انك لو رفعت فرامل اليد خصوصا وانت ماشي على سرعه، العجل اللي ورا هيقفش واحتمال كبير العربيه تلف منك وممكن لا قدر الله تتقلب، وبالتالي استخدام فرامل اليد وقت الطوارئ ممكن لا قدر الله يعمل مشكله اكبر. ومن هنا جت ميزه فرامل اليد الكهرباء اللي هي بالمناسبه مش رفاهيه، بس هي وسيله امان اكتر وبتساعد في توقيف العربيه ده لو حصل عندك مشكله لا قدر الله. طب ايه هي المشاكل اللي ممكن تحصل وازاي تستخدم الفرامل، وهل امان اني استخدمها وتاثيرها امن ولا لا؟ كمل بقى معايا الفيديو وانا هقول لك. فرامل اليد الكهرباء زيها بالظبط زي الفرامل العاديه، وانت واقف لو رفعتها هتمسك فرامل في العجله اللي ورا عشان العربيه ما تتحركش وهي راكنه. طب لو انت ماشي على الطريق وحصل معاك مشكله في الفرامل، زي مثلا ان دواسه الفرامل تحجر منك وما ترضاش تدوس، ساعتها بقى هتعمل ايه؟ ايدك وعلى الفرامل الكهرباء لو انت ماشي على سرعه اعلى من 20، اول ما هترفع فرامل اليد هتلاقي الفرامل قفشت بكل قوتها في الاربع عجلات، واول ما تسيب ايدك هتلاقي الفرامل ثابت. ولو فضلت رافع الزرار العربيه هتفضل ماسكه فرامل لحد ما تقف تماما. وما تقلقش العربيه مش هتلف منك ولا حاجه، لانها ساعتها بتمسك فرامل في الاربع عجلات، وبيشتغل معاها كمان نظام الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي وكل انظمه الامان اللي موجوده في العربيه. الحاجه الوحيده اللي تقلق منها ساعتها انك تامن ظهرك من اللي جاي وراك، لانه لو جاي بسرعه ومش سايب مسافه امنه بنسبه كبيره هيخبط فيك، ساعتها عربيتك هتقف بس للاسف ظهرها هيتبهدل.